الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فضلت ملف بمخططات من الملاعب موجودة على الورق عن ملف فيه ملاعب ومنشآت رياضية من الطراز العالمي وهي جاهزة. الرباط فيما يتعلق بالملاعب نتحدث عن 4 ملاعب عالمية في الرباط. ستكون نسخة أنا أظن ستكون من أحسن النسخ عليه، لأنه كل الظروف ستمهد والملاعب مهمة جدا. متمرسين المملكة المغربية 9 ملاعب و6 مدن تحت طبعا هذه الكأس. أكادير، مراكش، فاس، طنجة، مراكش، الرباط ودار البيضاء. فاس. وعلى مستوى حضور الجمهور لن يكون يعني 4 أكيد الحضور في الرباط سيكون أكبر. لا أنا أتوقع أن كلهم شغوفين بكرة القدم. كيف بدي أخبركم أنه هيدي الصورة وهيدي الملعب منه ببلد أجنبي، هيدا الجمال كله ببلد عربي، وتحديدا بالمغرب، واسمه ملعب الرباط. هيدا الملعب يلي رح يستضيف مباريات كأس العالم لسنة 2030 وبيساع تقريبا ل70,000 مشجع. افتتاح رح يكون قريبا، وأنا مأكدة أن الافتتاحية رح تكون مميزة ورح تكون نار. يعني الحماس عندي مليون. أهل المغرب شكرا على هيدا الشغل الحلو، شكرا على هيدا الملعب الجميل، شكرا على هيدي التحفة الفنية. اليوم في المغرب مثلا، خاطر بالنسبة لي أنا مثال يحتذى به بصراحة. ما كنشوف اليوم المغرب والاستراتيجية اللي عملتها، خاطر خلينا نكون واقعيين، راهي تبدا بسياسه الدوله، خاطر سياسه الدوله اراده سياسيه موجوده، اراده سياسيه بطبيعه الحال، خاطر في الاخر بالكل راهو لي زانفستيسمون اللي باش تصير في البنيه التحتيه نتاعك انت هي اللي باش تخليك هذيك القاطره اللي باش تنجم تبني عليها. اليوم ما تنجمش تقول انت باش نجي وباش نكون وباش نعمل وانت ما عندكش بنيه تحتيه، دونك كلها مربوطه ببعضها. مربوطه اكثر بالتخطيط والبرمجه بصراحه، خاطر اليوم استراتيجيه سياسه الدوله ولا البرمجه والتخطيط في البلاد هذه يتطور ويتحسن وتوفر جميع الظروف، خاطر عندنا الامكانيات. راهو المغرب ما عندها ما تزيد علينا حتى شيء. هذاك علاش نحن يلزمنا نخدموا، كان نحبوا باش نكونوا من الثلاثه الاولانيين، مصر والسنغال والمغرب، هذا انتوا 3 في اوروبا في الافريق، وبعد الافريق دو سود، وبعد يكون نجيو نحن. اجي واش بناوه بصح. بناوه واش تبنى التيران واش ما يمكنش بناوه الجمعة. لا ما يمكنش، والاخرين داروا 14 عام وحنا درناه ب 14 شهر. ما نظنش، لا انا درنا هذاك غير سميتو غير اصطناعي داكشي. حسدين عماره والله الا قسمه ما ديري، قالوا واش بصح الملعب كمل ولا كمل بالذاك والله الا عمي عزيزي عماره الا عندك الحق، نقسم لك بالله التحيه لك انت وراديو هادو خاصهم بحال هكا، اقسم لك بالله. ذكاء اصطناعي واخيرا ذكاء اصطناعي تلعب فيه ماتش ان شاء الله يوم. انا مازال ما متيقن بالله بناوي كيشي فيرمي. حاجه اخرى جديده وزوينه في التيران، واوفيسيلمون لو 5 غيتحل السطور ديال لا فيديراسيون في المركب الرياضي امير مولاي عبد الله. انا مازال ما متيقن والله الا عندك الحق. كارثه مع صحافه الزيك ولا ما درتلهمش هكا، والله العظيم الا كارثه. انا تنظن هذا الشيء ماشي بصح، زعما شي حلم، هذا شي حلم غادي نفيقوا هذا الشيء. ما يمكنش. والاخرين تيقول لك حنا ما عندناش حتى البطاطا ونديروا التيران، ما يمكنش. هذا ماشي تيران واحد، شوفوا تيران دابا 3 تيرانات. باسكو انا سمعت هذاك الصحافه الزيكو تيقولوا بالله سميتو ما هادي تيبان انا تقدر. قالوا واش كملوا بصح كملوا الملعب، ملعب عالمي، وقال لك 10 سنين باش يكملوا المغرب ملعب، ومو حاج يقدر يدير ملعب وما عندوش حتى البطاطا وما عندهمش وكذا منا، وخاصو 600 مليار وهو يحسب ويعاود. دير الزليج المغربي داروها فين؟ داروها عاود الزليج المغربي داروها من جوا داخل اللعابه. يعني من جوا داخل اللعابه تشوف كاع شوف المغرب الملعب كامل بالتاريخ ديال المغرب والتراث ديال المغرب، كل شيء في كل شيء فيه. المهم الحوايج التراث التاريخ ديال المغرب تشوفوا تما، التراث ديال المغرب تشوفوا تما. والله اخوتي لا هذا القجع بغى يفرقع الجزائر المراره، والله اخوتي لا هذا القجع بغى يسكت لهم القلب. هذا هو المدخل ديال اللاعبين، يعني المنتخب المغربي من هنايا والمنتخب ديال النيجر غيدخل من هنايا، تفهمنا؟ والكاميرا غتكون هنايا. شنو غتشد الزليج المغربي يا جدك. هذا راه زليج مغربي، راه بالفسيفيساء ولا بالسفيساء ديالكم. هذا راه ماشي زليج كبير وطبع فيه الزليج وقول حقا راه زليج جزائري. هذا راه مصاوب حبه حبه وحده الفسيفساء يا جدك. بغى يفرق لكم المراره، التيران كله فقتكم وحمقكم، زاد كمل عليكم بهذا الزليج هذا. هذا هو المدخل اخوتي. تحفه بمعنى الكلمه، يعني حاجه تفرح. يعني الناس وصلت العالميه
هاد التصريح ديال راديو مارس فين غادي تروج؟ تروج عند صحافه الزيكو. قادر يقول لك المغرب غير جاهز، كما واحد من صحافه واحد بنادم واحد بلا ما غادي نذكر اسمه. تخيل انت واحد الصحفي في المغرب كان في الملعب ديال مولاي الحسن يصور، ديال مولاي الحسن يصور راهم عادي يغطيوه في التغطيه، يعني قريب يكملوا في التغطيه. واش قال لهم هو هذاك بنادم باش تعرفوا الكلاخ ديال عباد الله فين راه عايش؟ قال لك انا دخلت لاكاف، موقع لاكاف خاص 6 شهور قبل ما تبدا المسابقه. لاكاف الملاعب يتسلموا. كاميرون تسلم يمكن 15 يوم قبل. كاميرون اللي كانت كاميرون حاصله فيه. كوتيفوار عاود كذلك كانت حاصله فيه اخر شهر وتسلم لهم. كينيا واوغندا وهذه يلعبوا فيها الشان اخر شهر تسلم لهم. حنا كذلك اخر شهر. باش تعرفوا الكلاخ ما كاين في هاد 6 شهور. شكون اللي يسلم لك الملاعب في 6 شهور؟ يعني البطوله ديال المغربيه خصنا نبلعوها، والرجاء والوداد نقول لهم روحوا دبروا على راسكم، النوادي المغربيه نقول لهم دبروا على راسكم، نعطيو الملاعب لاكاف 6 شهور. الملعب ما شاء الله ملعب راهم عادي يجربوا الاداره. شفتوا الاداره كي دايره من برا من الداخل من برا اضاءه عالم اخر. كل خطره يديروا لك اضاءه جديده، كل خطره يفاجئوك. وكاين غدوه ما تنساوش، غدوه كاين نقل مباشر من الملعب مع العشرة ونص ديال الليل، يمكن مع 10 ديال الليل في القناه الرياضيه مباشره من الملعب. غادي يكونوا غدوه حصه، ويوم الخميس حصه، ونهار المقابله تكون واحد 4 سوايع 6 سوايع قبل المقابله يكون احتفاليه، ويكون هذاك الشيء عالمي. الحاجه الوحيده اللي شويه انا ما كيف عليكم انا ربجتني في راسي وخاصني نقولها، يعني بعض المؤثرين ما كانش خاصهم يجيبوهم. بعض ما نقول لك انا مؤثرين، بعض المؤثرين شويه يستفزونا بواحد الطرق. يعني واحد قاعد يخطش في الكرسي، انا شفته في الكرسي ديال طنجه. واول حاجه ملعب طنجه ما كاملش. المؤثرين علاش يدخلوا ملعب طنجه؟ هذه رساله الوحده. يعني ملعب طنجه ما كاملش وفيه الاتراف وفيه المشاكل. سيكون المنتخب المغربي أمام ليلة استثنائية عندما يواجه منتخب النيجر في مباراة قد تهديه رسميا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم. الأسود يحتاجون فقط إلى نقطة واحدة لتحقيق الحلم ومواصلة كتابة تاريخ كرة القدم المغربية، كما أن المواجهة تحمل طابعا خاصا إذ تتزامن مع الافتتاح الكبير لملعب مولاي عبد الله مفخرة المغرب بالعاصمة الرباط، والذي سيكون ممتلئا عن آخره بعد نفاذ التذاكر. الجماهير المغربية تنتظر عرضا قويا يليق بحجم المناسبة، وثقتها كبيرة بأن الأسود سيكونون في الموعد من أجل إسعاد الوطن وتحقيق التأهل رسميا للمونديال. اكتبوا لنا رأيكم وآراءكم من خلال التعليقات.